وصفة اليوم هي قراص العيد أو قراص طابع، وإلها أسماء كتيرة، طيبة بكل الأوقات وخاصة بالشتاء. تعالوا نحضرها مع بعض بطريقة سهلة وسريعة وما بتاخد معكم وقت أبدا. تعالوا لنشوف طريقة التحضير مع بعض. وقبل ما نبدأ ما تنسوا تدعموني بلايك، وإذا كنتوا لأول مرة عم تشوفوا قناتي ما تنسوا تشتركوا بقناتي مطبخ مروة. ومقادير الوصفة بتلاقوها بصندوق الوصف. وبالبداية بدي أحضر العجينة. بنحتاج لكيلو من الطحين ما يعادل 7 أكواب ونص. بهذا الكوب المعياري اللي استخدمته سعته 250 ملي. والطحين أنا ناخلته طبعا، وهلأ بدي أضيف عليه التوابل. رح أضيف 3 معالق كبار من السمسم الأبيض، بالإضافة لمعلقتين كبار من الحبة السوداء أو حبة البركة. وراح أضيف عليهم معلقتين كبار من الشمرة أو الشومر الحب، بالإضافة لمعلقة صغيرة من الشومر المطحون. وراح أضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من اليانسون المطحون، ومعلقة صغيرة من المحلب اللي بيعطيه طعمة ونكهة كتير طيبة. وراح أضيف عليهم كمان 3 معالق كبار من حليب البودرة، وهي الإضافة اختيارية، فيكم تضيفوا أو لا، كمان بتعطي نكهة كتير طيبة للقراص. هلأ بقلب المكونات مع بعضها بشكل كتير منيح. وراح أضيف عليهم كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وبهيك المكونات الجافة صارت جاهزة معنا. بشيلهم على جنب وراح أحضر باقي المواد. بنحتاج لكوب ونص من الحليب، والحليب لازم يكون دافي، لا بارد ولا سخن، بحرارة المطبخ. وراح نزل عليهم كوبين كبار من السكر، وطبعا بستخدم نفس الكوب اللي عيرت فيه الطحين. وراح أضيف عليهم كمان معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وبحركهم مع بعض بشكل كتير منيح. وهلا رح أتركهم على جنب لمدة 5 دقايق لحتى تتفاعل الخميرة مع الحليب والسكر. وللطحين هون رح ضيف كوب ربع من السمنة. فيكن تستخدموا السمنة الحيواني أو النباتي حسب المتوفر عندكن، بس المهم تكون السمنة بحرارة المطبخ، ما تكون باردة ولا تكون سايحة. ورح نزل عليهم ربع كوب من الزيت النباتي. وبهيك المكونات كلها صارت جاهزة معنا. هلا رح أبدأ أدعكم مع بعض بشكل كتير منيح. بدعكم مع بعض بشكل كتير منيح حتى يصير قوامه مثل الرمل المبلول، بطريقة البس نفسها اللي بنعملها للمعمول بهاي الطريقة. ومثل ما ملاحظين هيك الطحين تشرب كل كمية السمنة والزيت اللي ضفتها. هلا رح نزل عليهم المواد السائلة وبقلبهم مع بعض بشكل منيح. وببدأ لم العجينة لم بهي الطريقة حتى تتشرب كل السوائل. وبعدين رح أبدأ عجنها. أقل شي لازم نعجنها 5 دقايق لحتى تتشكل معنا عجينة طرية وناعمة. هيك العجينة صارت جاهزة، قوامها ممتاز بهذا الشكل. هلأ بدي غطيها واتركها ترتاح وتتخمر من 2 ل3 ساعات. وكل ما تركتوها وقت أطول كل ما كان أفضل. وهي الخطوة كتير مهمة حتى ما تطلع معنا الأقراص معجنة، وكمان تضل محافظة على شكلها. وهيك العجينة بعد ما ارتاحت صار فيها فقاعات من الهواء. تركتها مدة 2.5 ساعات. باخد قطعة من العجينة لحتى شكلها. برش رشات بسيطة من الطحين وبحط العجينة، وبعدين رح أعمل على شكل رول بهي الطريقة، وبقطعها بحجم القالب اللي أنا عندي إياه. هذا القالب اللي رح استخدمه دهنته بشوية من الزيت النباتي، وفيكن ترشوا عليه رشات بسيطة من الطحين. بحط العجينة بقلبه وبضغط عليه ضغطات خفيفة بهذا الشكل. وبواسطة شوكة رح أعمل ثقوب بهي الطريقة حتى ما ينتفخ كتير القرص بالفرن ويطلع سميك وتروح رسمته. باخد القالب وبخبط عليه خبطة خفيفة ورح يطلع معنا بكل سهولة. مثل ما شفتوا طريقة تشكيله كتير سهلة وبسيطة. وإذا ما كان متوفر عندكم القالب كمان فيكن تشكلوها بكل سهولة بقطعة أو أي شي مدور، بتقطعوها بشكل دائري وبعدين بتستخدموا غطاء قنينة وبتعملوا رسمات عليه بهي الطريقة. طريقة تشكيلهم كتير سهلة وبسيطة، إن كان بالقالب أو بدون قالب ما بياخدوا معكم وقت أبدا.
وهيك القراص صاروا عندي جاهزين بهذا الشكل الحلو. وهلأ هون أنا جهزت الفرن، حميته قبل بربع ساعة، ورح دخلون على فرن محمى مسبقا. رح دخلون بالرف الوسط، رح ياخدوا معكم وقت من 15 ل 20 دقيقة. وهذا كان شكلهم بعد ما طلعتهم من الفرن وتركتهم لحتى بردوا. شكلهم كتير حلو، وطعمتهم كمان كتير كتير طيبة، وريحتهم معبية البيت. ما شاء الله، بجد وصفة أكتر من رائعة، وبنصحكم تجربوها. وهذا النوع من الأقراص بتتعاملوا معه مثل الخبز، بتحطوه بحافظة أو كيس نايلون حتى تحتفظوا فيه، حتى ما ينشاف ويبس. وهي كانت وصفتي لكم لليوم، بتمنى الوصفة تكون عجبتكم وحبيتوها. إذا عجبتكم فضلا منكم ما تنسوني من اللايك للفيديو. وإذا كنتوا لأول مرة عم تشوفوا قناتي، ما تنسوا تشتركوا بقناتي مطبخ مروة، وتفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم إشعارات لما نزل وصفات جديدة. وانتظروني في فيديو جديد.